الله يقوي فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسمي وباسم أعضاء المكتب الوطني ونيابة عن كل مستبقي الجمهورية نشكروا خواتنا بعض مش الكل، بعض أعضاء المكتب الولائي لولاية تيزي وزرو اللي جاوا شرفونا اليوم. يعني سبب الزيارة هي الشيء اللي راهو يتزرع على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي. كاين الناس اللي راهي تدعي انه كمال بوزكز استقال، كاين اللي يقول باللي راهو راح خرج مور البحر. كل واحد هذه راهي اشاعات يزرعوها الخلاطين الناس اللي راهم فارغين شغل، ما عندهمش هم التسويه، عندهم هم المهمه نتاعهم اللي تعطات الاشخاص انهم يكسروا المنظمه. يعني التنظيم هذا اللي راهو قايم يتابع الملف ويتابع القضيه ويمشي باش يوحد فئه الاستبقاء وينظمها. كاين اطراف اخرى اللي خدمه تاعها ولا عطاو لهم ايعاز باش هذا التنظيم لازم يتشرد. على هذا الاساس هما اللي راهم يزرعوا هاد اللانتوكس والمنظمه راحت والمنظمه ما كاش وكمال بوزكز استقال وكمال بوزكز غادر الوطن ومنا. دونك هذا الناس بعد ما سمعوا هذه الاشاعات نقلوا لهنا عندنا على مستوى بلديه الصفون. نشكروهم على كل حال ونشكروا مسعاهم. الناس تقلقت، قال لك واقيلا صح واقيلا كذا. دونك جاوا باش يسمعوا بوذنيهم وباش يتاكدوا. يعني حتى وإلا كانت الناس كونفيرمات لهم باللي هذا الشيء راهو سيد لانتوكس راهي مجرد اشاعات، بصح حبوا يتاكدوا. خويا مرحبا بهم، رانا استقبلناهم، شربنا قهوه كذا خويا مهدي، شربنا قهوي. بالمناسبه المنظمه راهي دائما تخدم، بصح سبب غلق الصفحات هي دي فوا كاين عامل يتخدم ماذا بنا يتخدم في سريته. من هذا المنبر نشكر خويا عنتر الزايدي اللي تنقلت انا وياه. على كل حال كان لنا لقاء اولي، على كل حال في انتظار لقاء واحد اخر ان شاء الله وين راح نفصلوا في عده امور. اللقاء الاولي راهو اثمر على عده معطيات يعني جديده ان شاء الله. دونك من هذا المنبر نخبر خوتنا المستبقين بان المنظمه ما زالها متماسكه بمكاتبها بمنسقين الولايات نتاعها. زيادة على ذلك نشكر كل المنسقين الجدد اللي التحقوا بنا، هما على كل حال منسقين خدم. من هذا المنبر نشكر خويا جغمون من ولاية ميلا، نشكر خويا بالقاسم من ولاية الطارف، نشكر خويا شباح من تيفازا، نشكر جماعة يعني اللي راهي ثانية تلتحقت بالمنظمة الوطنية وبالمكتب الوطني راهم يخدموا معنا بارك الله فيهم. دونك المنظمة راهي مسودية وراهي تخدم، ولكن ليس كل شيء يقال، يعني مش كل حاجة تتقال. حنا العمل راهو متواصل والأمور الإيجابية راهي كاينة واللي رانا رايحين نفصح عليها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. ورسالتي لكل القاعدة النضالية أنهم ما يستمعوش للغوغاء. يعني الناس هذو اللي تخلقوا اصطنعوا في خصيصا عندهم مهمة قذرة راهم يخدموا عليها، هي تشتيت الفئة في هذا الظرف اللي السيد عبد المجيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وكذا بقية الأركان وكل الطبقة السياسية في الجزائر أنها تدعو إلى لم الشمل الوطني. هذا الناس الهدف تاعهم هو تفتيت ما هو ملموم من جهة، ومحاولة التخلاط وإخراج الناس إلى الشارع وإعادة الحراك. يعني الناس هذه يتحوس تعاود ترجع الحراك من داره وجديد. دونك من هذا المنبر نقول لكل القاعدة النضالية على المستوى الوطني تبقى واعية لما للشيء اللي راهو يتنسج ولا يتخاط كساسوا للفئة تاع لي مانتوني ميليتار، كساسوا للشعب الجزائري أو للوطن ككل. دونك المنظمة قايمة ومازالها قايمة والنضال مازال متواصل والحكم الحمد لله. يعني المنظمة دائما راهي تتقوى ودائما كاين الناس راهي تلتحق. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.